السلام عليكم. النهارده عندنا مقارنه مش بين منتجين لكن بين فكرتين بيعبروا عن شكل حياتنا دلوقتي، فكره السرعه والعمليه مقابل فكره الاحساس والتركيز، بين النوت بوك الورقي اللي كل صفحه فيه بتحمل حكايه، واللوح الالكتروني اللي دخل كل بيت ومدرسه ومكتب وسهل الكتابه والتدوين بشكل ما كانش حد متخيله. وعشان المقارنه تبقى عادله فعلا، احنا مش بس هنتكلم عن الشكل والاستخدام لكن كمان هنفهم الفكره اللي ورا كل واحد منهم. هنعرف مع بعض ازاي اللوح الالكتروني بيشتغل وليه سعره بسيط بالشكل ده رغم انه منتج ذكي وعملي، وازاي التصميم البسيط بتاعه هو سر انتشاره. وفي المقابل هنتكلم عن الورق وهو ليه محافظ على مكانته لحد النهارده، وليه رغم كل التطور التكنولوجي صناعه الورق لسه بتزدهر وبتتطور في الشكل واللون والطباعه لدرجه انها بقت جزء من الموضه واسلوب التعبير الشخصي، لان الورق ما اختفاش، الورق اتطور. وعشان كده الحلقه دي مش هتكون عن مين الافضل، لكن هنتكلم عن ازاي كل واحد فيهم بيخدمنا بطريقته، وهنتكلم عن مميزات وعيوب كل طرف بصدق. هنشوف ايه اللي بيكسب في السرعه وايه اللي بيكسب في الاحساس، وهتجاوب بنفسك على الاسئله اللي بنسالها دايما: ليه الورق لسه محبوب بالشكل ده؟ وليه التابلت انتشر بالسرعه دي؟ وازاي ممكن نستخدم الاتنين مع بعض ونحقق اعلى استفاده من كل واحد فيهم؟ معاكم اسلام يونس ومرحب بيكم في حلقه جديده من صوت المكتبه. الشركات دلوقتي بتعامل النوت بوك كمنتج له شكل وموضه، وده دليل ان صناعه الورق مش بس مستمره، دي كمان بتتطور، لان الكتابه بايدك لها معنى وتركيز مختلف، والورق ببساطه لسه محتاجينه. النوت بوك اللي في ايدينا النهارده مش زي اللي كنا بنستخدمها زمان، بقى فيها اشكال جديده جدا. نوت بوك جلد بالوان كتير، نوت بوك طباعه 3D بتصاميم بارزه واحساس مختلف، اغلفها هارد كفر بتصاميم جديده وطباعه مميزه، احجام كتير وبعضها فيه جراب للموبايل ومكان للقلم وجيب للكارت عشان لو بيرخموا عليك وانت داخل الجامعه يبقى الكارنيه قريب من ايدك. النوت بوك الصغيره دي عمليه وشكلها شيك في نفس الوقت، تقدر تسجل ملاحظاتك اليوميه وتحتفظ بيها في جيبك. حتى الورق نفسه اتطور وبقى انعم واسرع في الكتابه، مع غلاف جلد سميك وشيك للاستخدام اليومي. نروح بقى للوح الالكتروني، المنتج اللي شكله بسيط جدا لكنه بقى جزء من حياه ناس كتير في وقت قصير. انا واحد منهم. كتير من الناس اول ما تشوفه تفتكروا تابلت غالي او بيحتاج شحن، لكن الحقيقه انه ابسط من كده بكتير. الفكره كلها مبنيه على طبقه اسمها LCD، دي طبقه بلوريه بتحتوي على ماده سائله بتتغير بالضغط. لما تكتب بالقلم البلورات بتتحرك وبتعكس الضوء فتظهر الكتابه، ولما تضغط على الزر الصغير اللي تحت البلورات دي بترجع لوضعها الطبيعي فتمسح الصفحه كلها. ما فيهوش ذاكره ولا شحن ولا اي تطبيقات، بيشتغل بحجر صغير بيعيش شهور وسهل جدا تغيره لو خلص، وده السبب ان سعره بسيط جدا لان فكرته ذكيه وبسيطه في نفس الوقت. التابلت ده اتعمل عشان الناس اللي بتحتاج سرعه وسهوله، او الطفل اللي بيتعلم كتابه الحروف لاول مره، او الطالب اللي بيحل مساله، والام اللي بتكتب قائمه طلبات، وحتى الموظف اللي بيسجل ملاحظاته اليوميه عشان ما ينساش. عملي خفيف بيتحمل الصدمات وينفع لكل الاعمار. ده مش بديل للورق لكنه اداه مساعده ليه، يساعدك تكتب بسرعه وتوفر ورق وتفكر بحريه من غير خوف انك تغلط او تمسح. هو باختصار اداه صغيره بس بتفكير كبير. بعد ما شفنا الورق واللوح تعالوا نشوفهم جنب بعض بوضوح. الورق هو اللي بيخليك تركز وتحتفظ بالمعلومه، اللوح بيساعدك على السرعه والتكرار، الورق يعيش معاك سنين، اللوح يعيش معاك لحظات متكرره ومفيده. الورق مناسب للمذاكره والكتابه والتوثيق، اللوح مناسب للتدريب والملاحظات والافكار السريعه. الورق بيفكرك بنفسك، اللوح بيريحك من التفاصيل، والاهم ان الاتنين مش ضد بعض. الورق حافظ على مكانه واللوح جه عشان يسهل الحياه مش ياخد مكانه. التكنولوجيا ما لغتش الورق، هي بس خلتنا نستخدمه بطريقه اذكى. وفي النهايه الاختيار الحقيقي مش بين ورقه وشاشه، الاختيار بين انت محتاج ايه وامتى. بالنسبه لك السرعه اهم ولا الاحساس اللي بيجي من الكتابه بايدك؟ شاركنا برايك في التعليقات. وفي صوت المكتبه دايما هدفنا نعرض لك الحاجه اللي ليها معنى، مش بس منتج جديد. احنا بنحاول نقدم طريقه تفكير. ما تنساش تتابعنا عشان تعرف تلاقينا وسط زحمه الفيديوهات، وما تنساش ان الجديد دايما في عالم التعليم في مكان له بصمه. وده كان صوت المكتبه، مكتبه اسلام. سلام.